كان في حد بيسألني ازاي اطلع من منطقة الراحة او الكومفورت زون. الكومفورت زون هي من اكتر الحاجات المريحة نفسيا بجد. هي بتريحنا جدا بس بتريحنا مؤقتا، اللي هو في الوقت الحالي بس بعد كده بتتعبنا جدا، بتأثر علينا في مستقبلنا وحياتنا، وبنبص نلاقي ان عمرنا ضاع والوقت عدى بدون ما احنا ندرك ايه اللي احنا وصلنا ليه ده. طيب هو ايه الكومفورت زون؟ ان انا ابقى خايف اعمل حاجه جديده، ابقى خايفه اجرب اي حاجه جديده، ابقى خايفه اخد خطوه في المشروع اللي انا عايزه، ابقى خايفه اخد خطوه في الدراسه اللي انا عايزه ادرسها، وهكذا. طيب ازاي بقى انا بطلع من الكومفورت زون؟ الكومفورت زون تطلعي منها بكام خطوه. اول خطوه انك بتقعدي مع نفسك وتبداي تستوعبي انت فين، وصلتي لفين، وصلتي لايه من اللي انت كنتي بتفكري فيه ونفسك فيه، وتبداي تكتبي. انت اهم حاجه لازم تبقى لازماكي ورقه وقلم. انا بالنسبه لي النوت بوك يعني ابسط حاجه، يبقى معاكي نوت بوك صغنطوطه زي كده، فاهميني؟ بس انا طبعا يعني انا معايا حاجه كده، بس دي حاجه كده صغنطوطه بحطها مثلا في الشنطه. لا، اي افكار بتيجي في دماغي بروح كاتباها عشان ما انساش، عشان حد عنده زهايمر درجه اولى. بس ما علينا، يعني انا بقولك ان ادي الامور. انت يبقى معاكي نوت بوك صغنطوطه زي كده، فتبداي تكتبي بقى كل حاجه جواكي. يعني انت عايزه ايه، وصلتي لايه، بتفكري في ايه، طب اللي انت وصلتي له ده وصلتي له نتاج عن ايه. وخلينا متفقين ان تقدير نفس الافعال يؤدي لنفس نتائج. يعني انت مش هتعملي نفس الافعال اللي كنت بتعمليها السنه اللي فاتت وهتلاقي نتيجه السنه دي، مستحيل. هو سوري، بس كان في حاجه. مش هتروحي تزرعي قمح ويطلع لك ذره، ما هو طبيعي. طيب بعد كده احنا كتبنا كل حاجه، تبداي بقى تحددي اولوياتك. يعني انت مثلا اولوياتك ايه؟ اولوياتك انك تدرسي الجامعه، تاخدي كورسات، تمام. اولوياتك صحتك وشغلك وعيلتك ومش عارفه ايه، تمام. اولوياتك ان انت تعيشي حياه هاديه وبسيطه، عشان بس الناس كلها ما تفكرش ان ايه، ان انا لازم بقى يبقى عندي اهداف واهداف عميقه بقى وكبيره. لا لا، مش لازم على فكره. انت ممكن يبقى هدفك كله ان يبقى عندك بشرة كويسة، جسم صحي ونضيف كده، مفهوش سموم وبلاوي سودا، مثقفة. والثقافة ملهاش علاقة على فكرة بانك تبقي بتدرسي ولا لأ. هتخلصي كليتك بس هتشتغلي شغل عادي جدا، هتتجوزي وتبقي ربة منزل وتربي أولادك تربية سليمة، وأبوس إيدك تربية سليمة عشان ما يطلع لناش عاهات، لأن كفاية عاهات لحد كده. فدي الاهداف اللي انت تبداي تحدديها. على هذا الاساس فانت بتبداي تحددي انت هتطلعي ازاي من الكومفورت زون بتاعتك. تمام. طيب حددنا كل الكلام الجميل واللذيذ ده، هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدا نعمل روتين ليومنا. الروتين اليومي هو اكتر حاجه بتساعدنا في حياتنا، اكتر حاجه بتخلينا نتخطى الكسل بقى وكل حاجة وحشة. الروتين اليومي هو اكتر حاجة هتخليكي تنتجي، مش هتخليكي ماسكة التليفون 24 ساعة بتسكرولي عليه. انك تعملي روتين ليومك هيخليكي تعرفي تفرقي وتقسمي يومك ما بين شغلك لو انت بتشتغلي، ما بين بيتك لو انت متجوزة، ما بين دراستك وصحتك وجيم وتطوير لنفسك وكل الكلام الجميل ده. تمام. اخر ستيب هقولك عليها، هو انا بقول سريعا، بحاول ان انا انجز، بس يعني انا لازم هعمل سلسله للموضوع ده. اخر ستيب هقولك عليها، ابدأي بالحاجات الصغيره. يعني انجاز صغير مع انجاز صغير مع انجاز صغير بيكون انجاز كبير، وقسمي اهدافك لانجازات صغيره. يعني مثلا انا عايزه ارتب على الدفعه، طب ما انا اكيد مش هروح ارتب على الدفعه من غير مجهود. لا، ابدا اقول ايه المجهودات اللي انا المفروض اعملها، وايه الحاجات اللي انا المفروض اظبطها، وهكذا. وتبسطي بنفسك، اتبسطي باقل انجاز تعمليه وشجعي نفسك، لان يا حبيبتي انجازاتك الصغيره اللي انت ممكن تكوني مستهونه بيها دي، او اي حد في حياتك مستهون بيها، دي اللي هتوصلك، صدقيني. واهم حاجه قربي من نفسك واكتبي. الكتابه اهم حاجه في الدنيا بصراحه. مش عارفه الناس بصراحه اللي ما بتعرفش تكتب او ليه ما بتمسكش ورقه وقلم دلوقتي عايشه ازاي. انا بالنسبه لي الورقه والقلم هما اهم من حياتي كلها، بجد. انا حياتي كلها عباره عن ورقه وقلم.
في اي حاجه ورقه وقلم، حساب ورقه وقلم، كتاب ورقه وقلم، تفريغ افكار ورقه وقلم، تخطيط لشغل ورقه وقلم، حساب لشغل ورقه وقلم، اي حاجه في حياتي ورقه وقلم. فبجد الورقه والقلم هما نعمه كبيره قوي، واستغليهم ان هما هيساعدوك كتير. بس كده اتمنى اكون افدتك على قد ما اقدر، وباذن الله هنزل سلسله كامله عن الموضوع ده وبيتابعيها.